يا اهلا بيكم يا اجمد شباب واجمد متابعين وكل اللي متابع القناه وعارف محتوى الدروس اللي انا بنزلها. عارف ان النهارده مش ميعاد تنزيل الدروس ولا المحتوى، ولكن النهارده ادوبي عملت ابديت للبريمير برو، فحبيت ان انا اطلع واتكلم عليه وما استناش لغايه ميعاد تنزيل الدروس. وده لانه الابديت اللي حصل فيه البريمير نقله في مستوى تاني خالص وخلاك تشتغل وانت سايب ايدك كده. فعايزك تجهز المشروب الجامد بتاعك وتتابع الدرس ده لغايه النهايه لانه حرفيا هتنبهر. يا اهلا بيكم يا احلى شباب، وزي ما اتعودنا دايما على كل حاجه جديده موجوده في القناه اول ما بيحصل ابديت لازم اطلع واتكلم عليه، رغم انه ده مش ميعاد تنزيل الفيديوهات بتاعه القناه. ولكن النهارده حصل ابديت في ادوبي بريمير برو، فحبيت ان انا اطلع واقول لكم ايه الابديتس وايه التحديثات، لانه في حاجات عجبتني الصراحه جدا جدا في الابديت الجديد، والموضوع معمول بشكل بروفيشنال جدا. وهتلاقوني مسهل عليكم الموضوع النهارده وحاطط لكم كل ابديت من الحاجات اللي نزلت في تشابتر على اليوتيوب، تقدروا تنزلوا تختاروا الجزء اللي انتوا عايزين تشوفوه وتتفرجوا عليه هو لوحده. وطبعا انا بتمنى ان انتوا تشوفوا الدرس كله او المميزات كلها، لان المميزات فعلا خطيره جدا. فخليني بدون ما اتكلم معاكم كتير كده نبتدي على طول مع اول ميزه موجوده معانا. ويلا بينا نتكلم على اول ميزه من المميزات اللي موجوده، وهي فكره الجنريتيف اكستند. ودي كنت اتكلمت عنها قبل كده في نسخه البيتا وناس كتير اتكلمت عليها، ولكن عايز اقول لكم انها لما نزلت في النسخه الرسميه الموضوع طالع خطير جدا، مستحيل تفرقها او مستحيل تعرف ان الموضوع ده معمول له جنريتيف اكستند. خلينا نجرب مع بعض كده ونشوف. انا جايب فيديو هنا كده صعب شويه وابتدي اسحبه على التايم لاين او السيكونس بتاعي، وزي ما احنا شايفين كده ده اخر الفيديو بتاعي، ما اقدرش اشده اكتر من كده. لو جيت لاحظت هنا هلاقي ان في اضافه جديده اتضافت اهي، اللي هي الجنريتيف اكستند تول. تمام. وهنا لو وقفت عليها شويه بيقول لك ان هو يقدر يمد الفيديوهات بتاعتك يعني لمده ثانيتين زياده، ولو اوديو لو صوت تقدر تمده لمده 10 ثواني، ولو صوت وصوره مع بعض تقدر تمدهم لثانيتين. بس عايز اقول لك ان انا يعني هقول لك على تريكايه حلوه جدا تقدر تمد بيها الفيديو زي ما انت عايز. بس بص معايا كده على الميزه الجديده دي. طبعا لو حبيت اشد زي ما قلت لكم كده مفيش حاجه بتتشد، لكن لو اخدت الاضافه دي هنا وابتديت ان انا اشد كده الفيديو بتاعي، يعني هنيجي نقف على نهايته كده ونشد، طبعا اتشد لمده ثانيتين. وهنشوف كده بعد ما بيخلص، هو دلوقتي بيرفع الفيديو، هيرفعه ويعمل له الجنريتيف اكستند ونرجع نشوف عمل ايه. وكده يا شباب هو خلص، وعايز اقول لكم ان الموضوع ما طولش خالص، وتعالوا نشوف مع بعض النتيجه كده. اولا لو بصينا كده هنلاقي ان الفيديو الاساسي او الفوتج اللي انا جايبها الاساسيه عباره عن 11 ثانيه و8 فريم، الجديده اللي هو عملها 13 ثانيه و8 فريم زي ما قال لنا، يعني هو بيضيف ثانيتين اهو. طيب خلينا نشوف كده الجزء اللي اتضاف. بصوا هو نهايه الفيديو عند الجزء ده، عند التروماي او المترو ده، عند الشاشه بالمنظر ده. خلينا نعمل بلاي كده. عمرك ما هتلاحظ انه في مشكله حصلت او اي حاجه، طبعا الموضوع طالع خرافي جدا. حتى المشكله بتاعه الاضاءه اللي كانت موجوده قبل كده اتحسنت وما بقتش موجوده، او اتعدلت تماما ما بقتش موجوده. يعني الموضوع انا مش عارف عملوه ازاي. طيب لو انت ما عجبتكش النتيجه اللي طلعت، تقدر ان انت تغير النتيجه دي ازاي. لو ضغطت كليك يمين كده ونزلت هتلاقي في حاجه اسمها جنريتيف اكستند مره ثانيه، تقدر تقول له انا عايزك تعمل لي جنريت اجين، وتقول له انا عايزك تعمل لي جنريت اجين في الجزء بتاع النهايه بس، او في الجزء بتاع البدايه، سواء بدايه الفيديو هنا او نهايه الفيديو هنا. طيب هنا كده خلاص وتمام والدنيا زي الفل. لو حبيت تاخد الاضافه دي مره تانية وتيجي تعمل يعني جنريتيف اكستند مره تانية، مش هيرضى لان هو عملها مره بس. تعالى اقول لك بقى على التركيه اللي انا بقول لك عليها، وقلت لك ان تقدر تعملها الى ما لا نهايه. بقى هتعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله لو حابب تعمل الفكره دي، ان انت هتضغط كليك يمين كده، وهتيجي تقول له ريندر اند ريبليس هنا، وهتيجي تقول له مثلا كويك تايم او ايا كان الاكستنشن او الحاجات اللي انت عايز تعملها، يعني ريندر، يعني عايز ترندر باي حاجه مفيش اي مشكله خالص. وهاجي هنا كده هقول له نيكست تو اوريجينال ميديا، يعني حط لي الفيديو ده جنب الفيديو الاساسي اللي انا جايبه، وهقول له اوكي. بصوا الريندر سريع ازاي، هو كده رندر لي الفيديو ده بقى كانه فيديو من اول وجديد. فلو اخدت الاضافه دي وحبيت ان انا اسحب كده، طبعا هيتسحب مره تانية، وتقدر بقى تعمل الفكره دي الى ما لا نهايه. بص بقى على الميزة الجامدة، ودي يعني اكتر حاجة عجبتني وخلتني منبهر بعد الجنريتيف اكستند.
حاجه خرافيه، يعني هتسهل علينا الشغل كتير جدا. بص كده لو طلعت من فوق هتلاقي في حاجه اسمها سيرش بانل هنا كده. لو ضغطت عليها بالشكل ده طبعا تقدر تاخد البانل دي مثلا تحطها هنا، تقدر تخليها يعني زي ما انت عايز. لو عايز اخليها كده في يعني لوحدها تقدر تخليها لوحدها، او تقدر تحطها في اي مكان. طيب دي فايدتها ايه بقى؟ دي عباره عن سيرش على ايه؟ يعني مثلا تعالوا نكتب مثلا، يعني مش سيرش عادي، انت ممكن تكتب اسم الملف فيجيبه لك، ده السيرش العادي، ولكن ده سيرش بالذكاء الاصطناعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا بقول له مثلا فود، لو كتبت فود بيجيب لي كل اللقطات اللي نازله عندي في البروجكت بتاعي اللي فيها الفود. متخيلين؟ طيب خلينا نشوف حاجه تاني. خليني مثلا اختار كادر كاميرا مثلا كلوز اب، اللي هو الكلوز. مثلا لو عملت كلوز كده بص بيجيب لي كل الكادرات اللي فيها الكلوز. طيب خليني اكتب مثلا جيرل. بص جيرل بيجيب لك كل الكادرات اللي فيها بنات. شايف؟ ده سواء في السيكونس او سواء في القائمه بتاعه البروجكت. انا عملت حاجه اصعب بقى يعني جدا، وهي ايه بقى؟ كتبت اسمي. بص كده كتبت بيتر مثلا، فراح جابني فعلا. شايفين ليه؟ لان هو بيحلل الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فبيقرا وبيسمع الكلام اللي انت بتقوله. فانا في الفيديوهات بتاعه التيك توك بقول ان قناتي على اليوتيوب باسم بيتر شكري، فلما كتبت بيتر راح جاب لي الفيديوهات اللي انا منزلها على البروجكت بتاعي اللي فيها كلمه بيتر. متخيلين؟ يعني مش هتتعبوا بعد كده في اي حاجه. طيب الميزه اللي بعد كده واللي عجبتني جدا، ولكن نفسي ادوبي تهتم باللغه العربيه لانه لسه ما ضافوش اللغه العربيه في برامج ادوبي، هي فكره ترجمه الكابشن. يعني لو عندك مثلا حاجه بتمنتجها باللغه الانجليزيه مثلا وعايز تترجمها لفرنساوي، الالماني، لهندي، الياباني، اي حاجه تقدر تترجم الكابشنز بتاعتك. الموضوع طالع تحفه جدا. تعالوا نجرب، ولكن زي ما بقول لكم لسه ما فيش اللغه العربيه. انا عندي هنا كده شخص بيتكلم انجليش اهو، خلينا نجرب. I should be at work right now. Taking اولا هكتب الكابشنز بتاعتي ازاي؟ كل اللي انا هعمله ان انا هدخل على التكست الموجوده هنا كده. طبعا لو مش موجود عندك التكست تقدر تجيبها من خلال الويندو وتنزل على التكست هنا كده. طيب هبتدي ان انا اضغط على الترانسكريبت هنا كده، وابتدي ان انا يعني اقول له اكتب لي الكلام اللي الراجل ده بيقوله. فهبتدي ان انا اعمل كده، في لحظه هتلاقي ان الكلام بتاعك اتكتب. لو جيت عملت بلاي بصوا كده. I should be at work right now. طيب انا عايز اعمله ككابشن بقى يتكتب اثناء ما هو بيقول الكلام ده، فهاجي اضغط على السي سي اللي هي الكابشن، وهبتدي ان انا يعني اقول له اوكي او كرييت كابشنز هنا. طبعا هنا تقدر تعدل اللي انت عايزه، تخليها جملتين بتتكتب مثلا 3 جمل سطر كامل زي ما انتوا عايزين، ولكن طبعا عايز يعني الدرس ما يكونش بيطول، فخلينا نعمل كرييت كابشنز هنا كده. هتلاقي الكابشن اتكتب على طول. بصوا I should be at work right now. Taking care of the store. طيب حلو، انا دلوقتي عايز اترجم الكابشن ده لاي لغه في العالم. هبتدي ان انا ادخل على الكابشنز هنا كده. طبعا بعد ما اتكتب عندي بالشكل ده هتلاقي هنا علامه الترجمه او الترانسليت هنا كده، هتضغط عليها بالمنظر ده. بيقول لك ان اللغه اللي موجوده دلوقتي اهو هو عارفها لوحده اللغه الانجليزيه. لو ضغطت هنا كده تقدر تقول له مثلا انا عايزك تبصوا كميه اللغات اللي موجوده. شايفين طبعا، بس يعني العرب مغضوب عليهم. فخلينا نيجي مثلا نقول له انا عايز اترجم للفرنساوي مثلا والالماني. تقدر تختار اكتر من لغه وتقول له كده ترانسليت، وهتلاقي على طول الترجمه في التراك اللي فوق. شايفين التكنولوجيا بتعمل ايه؟ فخلينا بصوا كده ترجمه. طبعا لو انت قفلت السبتايتل الانجليش هنا وفتحت مثلا زي الفرنساوي، تعالوا نجرب. Be at work right now. Taking care of the store. طبعا ترجمه للغه الفرنسيه، وممكن تترجمه كمان للغه الالمانيه. ولو جيت هنا عملت سيلكت على ده تقدر تكتب اللغتين مع بعض. لو دخلنا على البروبرتس مثلا تقدر ترفع كده اللغه بتاعتك فوق، فيبقوا بيترجموا بالفرنساوي وبالالماني مع بعض. بص كده. At work right now. Taking care of the store. But مش عارف امتى بقى هيضيفوا اللغه العربيه. الميزه اللي بعد كده ان هم عملوا حاجه اسمها امبروف كلر مانجمنت، ودي علشان يسهلوا على الناس اللي بتشتغل باللوج او بالرو. يعني ايه لوج او رو؟ اللي هي الفيديو بيكون تفاصيل الالوان بتاعته مش موجوده علشان نقدر نلونه بعد كده بشكل احترافي جدا. اتضاف في ادوبي بريمير برو 6 بريسيتس جاهزين علشان نقدر طبعا على حسب نوع الكاميرا اللي احنا بنصور بيها، فنقدر ان احنا نختار الكلر بتاعنا، وبعد كده ده بيسهل علينا ان احنا نقدر نلون الفيديو بتاعنا بشكل احترافي جدا. طيب الكلام ده
هلاقيه فين؟ طبعا مش لكل الناس، ده للناس اللي شغاله بالرو او باللوج زي ما اتفقت معاكم. كاميرات السينما والكاميرات البروفيشنال والكلام ده كله. طبعا هنا لما تيجي يعني تختار اللقطه بتاعتك، انا مختار هنا السيكونس من بره خالص، يعني ده السيكونس اللي انا شغال عليه او التايم لاين. لو دخلت دوست كليك يمين كده وقلت له سيكونس سيتنجز من هنا كده، هيديني حاجه اسمها كلر مانجمنت. لو دخلت على الكلر سيت اب هلاقي انه السته اللي اتضافوا هم او السته بريسيتس اللي اتضافوا موجودين هنا. طبعا نقدر نختار ما بينهم، يعني اتش ال جي مثلا او الريج 709 على حسب ما احنا بنشتغل على ايه، ونضغط كده اوكي. ده بيسهل علينا عمليه التلوين بعد كده، يعني ده بيجيب لك البريسيت بتاع الكاميرا اللي انت شغال عليها ويسهل عليك عمليه التلوين. طيب لو حبيت يعني ادخل على الكلر واجيب الكلام ده، اجيبه منين؟ كل اللي انت هتعمله لو دخلت على القائمه بتاعه اللومتري كلر من هنا، هتدخل على السيتنجز الموجوده من هنا، وهتدخل على السيكونس بتاعك من هنا كده، هتلاقي انه السته بريسيتس برضو موجودين عندك، وتقدر ان انت تختار اي حاجه منهم وتلون الالوان بتاعتك بمنتهى البساطه. الميزه اللي بعد كده، ودي ناس كتير جدا هتحبها، وهم عملوا دعم لملفات الام كي في. وطبعا الناس اللي شغاله في الايديت عارفه يعني ايه ملف ام كي في. طبعا ده مستحيل يشتغل على ادوبي بريمير برو، كان بيبقى تقيل جدا وكان يعني لازم تحوله والكلام ده كله. دلوقتي مدعوم بشكل كامل جوه ادوبي بريمير برو. انا عايز اوريكم تجربه كده لحاجه معينه. انا جبت فيديو وحولته لام كي في زي ما احنا شايفين كده. لو جيت ودخلت عليه كده يعني دوست كليك يمين وقلت له كده انا عايزك تشغله لي على الكويك تايم. والكويك تايم ده برنامج بينزل على اجهزه ابل، بيشغل كل حاجه. شايفين لو دخلت وحبيت ان انا اشغل ملف، بص بيقول لي ان هو الملف ده مش مدعوم، ما ينفعش ان هو يشتغل. فالموضوع بتاع الملفات الام كي في دي صعبه جدا. ولكن دلوقتي لو دخلت على ادوبي بريمير برو بالمنظر ده، وحبيت ان انا اجيب الملف اللي انا حولته ده جوه ادوبي بريمير برو، بص هتلاقيه دخل كده واشتغل معاك بمنتهى البساطه. وعايز اقول لك ان الملف ده الكواليتي بتاعه عالي جدا على فكره. ولو حبيت ان انا امشي كده الانديكيتور، بصوا سرعه الملف بتاعي، يعني الموضوع بقى تحفه جدا. مش محتاج تحول ملفات الام كي في، ولكن هتشتغل عليها على طول. الميزه اللي بعد كده واللي عجبتني جدا وهتخليني اشتغل وانا مبسوط جدا، وهي حاجه اسمها الدايناميك ويف فورم. وده طبعا ويف فورم يبقى مرتبط بالصوت. تعالوا نشوف الميزه دي عباره عن ايه. لو انا جبت فايل فيه صوت زي كده، الراجل ده بيتكلم اهو، وحبيت ان انا اضيفه على التايم لاين او السيكونس بتاعي بالشكل ده، لو طلعت على القائمه بتاعه فيو كده هتلاقي في حاجه اضافت اسمها دايناميك اوديو ويف فورم بالشكل ده. طبعا تقدر ان انت تفعلها او تلغيها زي ما انت عايز. طب دي عباره عن ايه؟ هنا لما باجي اعلي المستوى بتاع الصوت عن طريق الويفه اللي موجوده تحت دي، اللاين اللي موجود هنا كده، لو حبيت ان انا اعلي، بص الويفه بتعلى معايا ازاي، الشكل بتاع الويفه بيعلى وبيوطى علشان يقدر يبين لك المناطق اللي فيها الصوت عالي والمناطق اللي فيها الصوت منخفض او واطي، علشان وانت شغال تبقى واخد بالك. كمان لو انت حطيت كي فريم مثلا في الحته دي، يعني مثلا هضغط على كوماند او كنترول واحط نقطه هنا، وهاجي هنا كده واحط نقطه هنا، وهبتدي مثلا ان انا احط كمان نقطه هنا، وهبتدي ان انا انزل الجزء ده كده. فشايفين لما اجي اكبر، طبعا نقدر ان احنا نكبر التراك ده كده ونشوف كويس. بصوا لما اجي اكبر كده، شايفين النقطه اللي انا نزلتها بانت ازاي ان هي نزلت لتحت او طلعت لفوق، يبقى بيبين لك المناطق. طبعا بص كده لو حبيت تحط بقى زي ما انت عايز وتنزل وتطلع، المناطق اللي انت بتنزلها وتطلعها الويفه نفسها بتطلع وتنزل معاك عشان يبين لك ايه المناطق اللي فيها صوت واطي وايه المناطق اللي فيها الصوت عالي. اخر حاجتين هتكلم عليهم بشكل نظري كده لانه ما يهموش ناس كتير، وهو حاجه اسمها كونتنت كريدنشلز، ودي اتضافت في ادوبي بريمير برو جديد. ودي بتبين للشخص اللي انت بتعمل اكسبورت ليه، مثلا لو انت بتعمل اكسبورت لفيديو معين، تقدر تبين للشخص اللي هيشوف الفيديو ده انه الفيديو ده معمول عليه تعديل بالذكاء الاصطناعي مثلا وحاجات زي كده. لو حابب انه حد يكمل شغل على الفيديو هيبقى عارف او عنده معلومات كده عن الحاجات اللي حصلت في المراحل اللي قبل كده في الفيديو. طبعا يعني مش هتهم ناس كتير، لو حابين ان انا اشرحها بعد كده في درس مستقل اكتبوا لي في الكومنتات. والحاجه الثانيه اللي اتضافت برضو هي الهاردوير اكسلريشن لكاميرات الكانون السينمائيه. طبعا بيسهل دعم الكاميرات الكانون في السينما. فدول يعني الميزتين الجداد، ولكن زي ما قلت لكم مش هيهموا ناس كتير. بتمنى انه الدرس بتاع النهارده يا شباب يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ما تبخلوش بقى وتشوفوا الحاجات الجديده كده، وتدوسوا لايك على الفيديو ده وتشيروه في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد. وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناه انت حر، مش هيوصل لك الحاجات الجديده اللي بنتكلم عليها. يلا انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. شكرا لكم يا شباب، واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي بريمير برو.